طبعا احنا سمعنا عن مصطلح الكونتنت سيستم دلوقتي. المصطلح ده هو سيستم ابتكرته تجربه وعملته لنا ندى عشان يبقى زي رود ماب لينا او لاي يو اكس رايتر بيشتغل على الديجيتال برودكت. معروف ان الريسيرش ده اهم مرحله، لان هو ده الجي بي اس بتاعك وانت بتصمم اي حاجه، سواء بتكتب او بتعمل ديزاين. عملنا ستيك هولدر انترفيو وعملنا يوزر انترفيو، عملنا كمان سيرفي. طلعنا الاثنين بيرسونا، استاذ ايمن ده مدرس عربي بيدرس لثانوي، ودكتور محمد اسماعيل ده دكتور فيزياء ورياضيات لكليه هندسه. هنا اشتغلنا على مستوى البرودكت وحددنا له الفيجن والميشن والفاليو والبيرسوناليتي. طبعا حددنا الفويس اللي احنا هنلتزم بيه طول ما احنا شغالين. التول ماب عندنا هنا بنقسمها لمحورين، وحددنا امتى هنبقى فريندلي وامتى هنبقى بروفيشنال، امتى هنبقى كونسايز وامتى هنبقى ديتيلد. وابتدينا نحط كل السكرينز واليو اي كومبوننت اللي احنا هنشتغل عليها في كل ربع منهم. المايكرو كوبي كانفاس دي عباره عن ايه؟ ان احنا بنختبر اكتر من مايكرو كوبي. بدايه ان احنا بنجاوب على اهم الاسئله، والسكرينز دي الكورسات الجديده او متابعه تفاصيل الكورسات، وسكرين البيمنت. اللوجن استخدمنا اللي هي 27000 طالب، واستخدمنا آلة بيك في تطبيق كيم كام. ارسلنا لك كود التحقق، ما استخدمناش الباسف. الاعداد بنكتبها بالارقام مش بالحروف. ودي شكرا لانضمامك لكيم كام. انا كنت تابعت حسابك خلال 48 ساعه، دي عرفناها من الستيك هولدر ان هو الحساب بياخد من 24 ساعه ل 48 ساعه. هنا قلنا ان احنا ان احنا هتبقى بوليت بوينتس مش بالك تكست. بعد كده كل سكرين فيها اسم واضح، وما استخدمناش ابدا اي مصطلحات معقده تشتت اليوزر.